ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ من يومين البنك الاهلي وبنك مصر الاذرع الحكوميه للدوله نزلوا شهادات 27%. الشهادات دي اللي ما يعرفوهاش شهادات في البنوك بتحط الفلوس فيها وبتاخد الفلوس اخر المده 27%. نزلوا شهاده كمان 23.5%، دي بتاخد فايده 23.5%. الفايده دي بتبقى شهريه معاك. السؤال هنا بقى، الشهادات اللي نزلت بالفايده العاليه قوي دي هتاثر على الاسعار شويه؟ هتخلي اسعار العربيات تهدى شويه واسعار الذهب تهدى شويه؟ هنفكر مع بعض ونشوف الدنيا رايحه فين. مبدئيا كده لازم نعرف الشهادات دي ونعرف الدولة نزلتها ليه. الشهادات دي يا جماعة دي شهادات بنكية بتنزل، انت بتحط مثلا مبلغ 100,000 جنيه في البنك، المبلغ بياخده منك يقولك هدولك آخر السنة. انت حطيته في 10/1 هيدولك 10/1 2025، حطيت 100,000 جنيه هتاخدها 127,000 جنيه. تنزلوا شهادة تانية 23.5%، ده انت هتحط 100,000 جنيه مثلا، هينزل لك كل شهر تقريبا لو حطيت 100,000 جنيه تقريبا بحدود 1900 وشوية. ده كده بالنسبه لإيه للشهادات. الدوله نزلتها ليه بقى؟ نزلتها عشان خاطر شهر واحد اللي فات لما نسبه التضخم بدات تعلى، الدوله نزلت شهادات في السوق 25%. الشهادات دي عملت ايه؟ الشهادات دي سحبت سيوله من السوق 500 مليار جنيه، وتاريخ بدايه استحقاق الشهادات دي يوم 5/1. فالدوله مش عايزه ان يتضخ في السوق مره واحده 500 مليار جنيه. طب ايه المشكله لما يتضخ المبلغ ده؟ احنا بنتكلم في رقم هيعمل تضخم جامد في السوق. احنا عندنا دلوقتي مشكله تضخم في الاسعار، كل يوم عندنا الاسعار بتتغير. لما يزيد سيوله مع الناس 500 مليار جنيه، اللي كان مجمد الفلوس ده عشان خاطر ينزل يشتري شقه، يشتري عربيه، يشتري عقار، يشتري لبس، يشتري اي حاجه، الضغط الكلام ده على الاسواق مع قله المعروض هيخلي اسعار الحاجات تعلى. فعشان كده الدوله كانت لازم تتصرف بسرعه وتنزل شهاده تكون مغريه عشان خاطر الناس دي ما يخرجوش بره القطاع المصرفي. طب الموضوع ده هيأثر معانا في الاسعار؟ مبدئيا كده لازم نعرف الاسعار النهارده عامله ايه. اسعار الذهب عيار 24 النهارده عامل 3742 جنيه سوري. الأونصة العالمية النهارده عاملة 2045 دولار. الأونصة دي يا جماعة بتبقى 31 جرام فاصل 10، يعني كل 65 دولار 77 سنت يجيبوا جرام دهب عيار 24. كده سعر دولار الدهب محسوب 56 جنيه و89 قرش، ده سعر دولار الدهب. سعر دولار العربيات، احنا عندنا مثلا التوسان بتتجاب من الإمارات ب120 ألف درهم. التوسان عندنا في مصر دلوقتي بتتباع تقريبا في حدود 2 مليون جنيه بالحبشتكنات بتاعتها. السعر الرسمي للدرهم عامل 8 جنيه 37 قرش. سعر الدرهم المحسوب في العربية دي عامل 16 جنيه و6 من عشرة. طبعا هنقول فيه فلوس جمارك وبتاع وكده بقى ماشي، بس احنا هنتكلم تقريبا في ضعف السعر. طب انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان اقول لكم ان احنا دلوقتي في قمة في كل حاجة. قمة سعرية في الذهب، قمة سعرية في الدولار العربيات. الفلوس اللي بقت تتحط في الحاجات دي بالنسبة للتحوط، يقول لك اصل انا حاطط فلوس تحوط للذهب، تحوط للزياده، تحوط للعربيات، الارقام بقت مبالغ فيها. 500 مليار جنيه دول لما ينزلوا السوق قدامهم طريقين مفيش غيرهم. اول طريق ان هم يبداوا يتضخوا في الاسواق. احنا عندنا دلوقتي الناس برضو بقى ايه، الثقه عندها في النظام المصرفي ونظام الفوائد قلت. كل يقول لك انا كنت حاطط الذهب ب 1700 جنيه السنه اللي فاتت في شهر واحد، النهارده عامل 3200 جنيه. انا بتكلم على عيار 21. دلوقتي الشهاده عملت لي ايه؟ فالفئه دي من الناس هتخرج من الفلوس، هتنزل تروح جري تشتري ذهب، وفي الحاله دي الذهب سعره هيعلى ولو بنسبه بسيطه. في ناس تانية هتقول لك لا احنا دلوقتي بنتكلم في قمه عالميه في الذهب، والذهب كده كده هيرجع تاني يرخص والمقاومه بتاعته عند 1800 دولار، فانا هستند للسعر ده، فانا مش مستعجل وهستفاد بشهاده 23% ونص او 27%، واحط فيهم فلوس لغايه ما الظروف تهدى. وانا اعتقد دي هتبقى الشريحه الكبيره اللي موجوده. طب بالنسبه للعربيات، العربيات الزيرو ليها زبونها. ده واحد كان حاطط الفلوس في البنك عشان يخلص السنه، يكون عمل 25% يسحبهم، ينزل يجيب يوم عربيه. هو ده شاف سعر العربيات غلي، فهو هيضطر يحجز عربيه بالاوفر برايس ويخلص لبن. فانا اعتقد العربيات الفتره اللي جايه هيبقى فيها زياده في الاوفر برايس بتاعها ولو بنسبه بسيطه. اما بالنسبه للعربيات المستعمله فدي بقى قصه تانية خالص. العربيات المستعمله حاجه من الاتنين، في واحد هيبقى العربيه اللي معاه قرفاه ومزهقاه، وقطع الصيانات طبعا والاسعار بتاعت القطع الغيار والمصنعيات والكلام ده كله احنا عارفينه، فيبقى عايز يخلص منها ويشوف ان الشهاده دي فرصه كويسه ان هو يبيع العربيه بتاعته ويدخل الفلوس دي في الشهاده. والفئه دي بقى اللي ممكن تعرف تفاصل معاها وهيبقى بيعرض بسعر منطقي غير الاسعار اللي موجوده دلوقتي، ان كل واحد بيسعر عربيته حسب هي غاليه على قلبه قد ايه، مش حسب سعرها في السوق. والرأي التاني ان السيولة دي لما تخرج من البنوك اصحابها هيحبوا يروحوا يجيبوا عربيات جديدة لان اسعار العربيات غالية، فاضطروا يروحوا للعربيات المستعملة، فاسعار العربيات المستعملة هيبدأ سعرها برضه يغلى شوية.
طب انا برجح ايه؟ انا برجح ان الفتره دي هتبقى فرصه ليك لو انت عايز تجيب عربيه، بس بلاش تدور على عربيات الدرجه اللي بيبقى عليها طلب كتير. يعني مثلا ما تروحش تقول انا هجيب مثلا لانسر، هجيب فيرنا. الحاجات دي هيبقى عليها ممكن يبقى عليها طلب زياده والاسعار هتغلى حاجه بسيطه. العربيات اللي بنقول عليها سوقها مثلا تقيل شويه في البيع، دي ممكن تاخد سعرها اقل شويه من سعرها الفتره اللي فاتت، وخصوصا لو صاحب العربيه فعلا عايز يبيع العربيه بتاعته ويحط الفلوس شهاده في البنك عشان مثلا يستثمرها السنه دي، واخر السنه مع الفوائد اللي هتجيله ممكن يجيب حاجه احسن، او يدخل بقى مثلا يصرف نظر عن موضوع العربيات خالص، او يشوف هو يعمل ايه. ودي مناقشه حبيت اتكلم فيها معاكم، وبرضه حابب اسمع رايكم جدا ايه اللي هيحصل في السوق الفتره اللي جايه. يا ترى الاسعار هتغلى ولا هتهدى؟ الناس هتخش بالشهادات ولا السيولات اللي تتسحب وتتضخ في السوق؟ بس ده كان كل حاجه النهارده. متنساش تعمل لايك واشتراك والحاجات دي كلها، وتكتب كومنت في الفيديو زي ما قلنا تقول لنا السوق رايح فين. كان معاكم مؤمن سيد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.